إيه هي أعراض نقص الكالسيوم؟ بيحصل تقلصات عضلية وتنميل في الأطراف، هشاشة أو ضعف في العظام، تسوس في الأسنان، اضطراب في ضربات القلب، إرهاق وضعف عام. الجرعة اليومية هي حوالي 1000 ملي يوميا، وبتزيد ل 1200 للسيدات بعد سن ال50 سنة. إيه هي مصادر الكالسيوم؟ أغنى الأكلات بالكالسيوم اللبن والزبادي والجبنة، السردين والسلمون بعظامه، الخضار الورقي زي السبانخ والجرجير والبروكلي، اللوز، السمسم والطحينة، فول الصويا ومنتجاتها. ازاي تحسن امتصاص الكالسيوم؟ فيتامين دي مهم جدا لامتصاص الكالسيوم، عشان كده حاول تتعرض للشمس من 10 إلى 20 دقيقة يوميا. كمان لازم تاخد معاه فيتامين سي، مثلا زي كوباية عصير فراولة أو عصير برتقال عشان يزود امتصاص الكالسيوم. حاول تبعد عن الشاي والقهوة في الوجبات لأنها بتقلل من امتصاص الكالسيوم. زيادة البروتين بيساعد بس بدون إفراط. التوازن مع المغنيسيوم وفيتامين K2، لازم تكون مظبط أكلاتك يكون فيها مغنيسيوم وفيتامين K2. بس خد بالك، صحة عظامك بتتبني من بدري، وكل ما تهتم بالكالسيوم بدري كل ما عظمك يفضل ثابت وأقوى ويقوى معاك طول العمر.